بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع سلسلة التطبيع مع الكيان الصهيوني الإسرائيلي. عنوان هذه الحلقة: القدس ليست للفلسطينيين. القدس ليست للفلسطينيين. هذه حقيقة. هذا العنوان هذا غادي قد يعطي تساؤلات بزاف. ولا ما كانش الفلسطينيين لمن غادي يكون اليهود ولا لمن؟ فلهذا هنايا هاد القدس ليست للفلسطينيين حقيقة أقر عليها جميع العلماء إلا الحالات الشاذة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. القدس ليست للفلسطينيين. لمن هي إذن؟ هي للمسلمين إلى قيام الساعة. وهنايا هاد حيت نقولوا القدس ليست للفلسطينيين، هنايا تنفهموا واحد الحاجه. الا مشينا درنا في الدماغ ديالنا بان القدس ديال الفلسطينيين وان الفلسطينيين مستعمرين من قبل اليهود وان بيناتهم صراع وحنا الدور ديالنا حنايا نعاونوا وداك الشيء اللي في المستطاع ديالنا تنوليو حنايا اللي درنا شي حاجه هي هذيك. ما درناش شي حاجه، بلادنا هي الاولانيه، هي اللي في اطار الاولويات نسبقوها. هذا إذا كنا قلنا القدس للفلسطينيين. ولكن بالمفهوم الشرعي القدس ليست للفلسطينيين وإنما هي للمسلمين. المسلمون عندهم 3 ديال المقدسات لا ينازعون فيها، وخصهم يسبقوها على كل حاجة، على نفسهم وعلى باهم وعلى امهم وعلى عائلتهم وعلى تجارتهم وعلى كل شيء، بدليل قول الله عز وجل من سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. معناه 8 ديال الحالات. إلا تعارضوا لنا مع 3 ديال الحالات تنسبقوا 3 الحالات على 8. تخص هاد 8 يكونوا داخلين في الله ورسوله وجهاد في سبيله، ما يكونوش متعارضين معه. هكا غادي يكون عندنا الامور واضحه. فلهذا 3 ديال المقدسات داخله في العقيده ديالنا تتسبق على كل شيء. علاش؟ الا كنا حنايا مؤمنين، لان هذه الايه هذه اللي ذكرنا دابا جات في سوره التوبه، وسوره التوبه تعتبر سوره الكاشفه، سوره الفاضحه، تصبح المنافقين. لهذا 3 ديال المقدسات: مكة المكرمة بما فيها من المسجد الحرام، والمدينة المنورة بما فيها من المسجد النبوي، وبيت المقدس بما فيها المسجد الأقصى. هادو تيخصهم ماشي شي واحد اللي غيقول لك أننا نتساوموا فيهم ولا شي حاجة ولا نتفاوضوا عليهم، ولا هذه لا مفاوضة فيها ولا بيع فيها ولا شراء فيها ولا مناقشة فيها، لأنها تتعلق بأمور العقيدة. هذا تيخصو يكون عرفوا كل مغربي وكل مسلم، تيخصو يعرف هذه الحقيقة هذه. فلهذا حيت نقولوا بيت المقدس ليست للفلسطينيين، الفلسطينيون جابهم الله تما، بمعنى أن العصا اللي تيشدوا والضريب اللي تيشدوا والحصار اللي تيتحاصروا راه تيهزوا علينا حنا، والا رحنا الضربه كلنا حنايا راه تتعلينا، لان تتقاس المساله في العقيده ديالنا خصنا نردوا البال. اما اللي ما عندوش هذا المقياس القراني، المقياس الرباني اللي تيقول لك سيدي مصلحه الوطن تسبق على مصلحه فلسطين فيبيع بفلسطين لمصلحه الوطن، هذا اللي قال هذه الكلمه بهذه المعادله سيبيع وطنه لمصلحته الشخصيه، سيبيع وطنه لمصلحته الشخصيه. اما المسلم تيعرف المقاييس، تيعرف شنو غادي يسبق، تعرف شنو غادي يوخر. اول ما تنسبقوا هذا الشيء تنسبقوا على نفوسنا وعلى عيالاتنا وعلى اولادنا وعلى تجارتنا وعلى كل حاجه. 8 ديال الحوايج: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
نردوا البال ونعاودوا نصحوا المفاهيم ديالنا. القدس ديال المسلمين وغادي تسول عليها انت يا عبد الله وانت يا امة الله، وغنسولوا عليها كل دولة عربية وكل دولة اسلامية، كلشي غادي تسول على القدس. غايقول لك سيدي ربي هذه من المقدس ديالكم، اولى القبلتين وثالث الحرمين ومصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها شد الرسول صلى الله عليه وسلم المشعال بانه ام جميع الانبياء والمرسلين اللي كانوا على وجه الارض كلها، فشد هو المشعال وعطانا احنا المشعال، لانه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا المسلمين اللي هو امرنا سيد ربي بان نكون شهودا على الناس ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم علينا شهيدا. نصحوا المفاهيم ديالنا ونسبوا الله ونعاودوا نقدوا الدواسه ديالنا. والسلام عليكم ورحمه الله.